تطورات عاجلة جدا على مستوى الشرق الأوسط. ضربات صاروخية إيرانية استهدفت شمال إسرائيل، فردت إسرائيل بعد ساعات باستهداف طهران وشيراز وتبريز، وردت على الرد الإسرائيلي إيران مرة أخرى باستهداف تل أبيب ومناطق واسعة من إسرائيل. هل نحن أمام تجدد المواجهات أم فقط مناوشات وكل جانب يريد تحقيق بعض الامتيازات على طاولة المفاوضات؟ المشهد يتطور بشكل سريع لدرجة بأن يحيى سريع أعلن بعودته إلى الجبهات، وأعلن بأن البحر الأحمر مغلق تماما أمام السفن الإسرائيلية، بل أرسلت اليمن صاروخين نحو إسرائيل. ويدخل دونالد ترامب على الخط مرة أخرى وكأنه يتوسل أو يتسول للأطراف المجنونة الداخلة في هذه الصراع من أجل وقف فوري للاستهدافات والحروب. فعلا لحظات دراماتيكية وتبعاتها وتداعياتها بدت فورية بارتفاع حاد في أسواق النفط، وارتفاعه إلى مستويات استثنائية وقياسية. أبعد من ذلك، في خبر بعيد عن المنطقة جنوب الفلبين يضربها زلزال مدمر بأكثر من 7.8 درجة، أدى إلى انهيارات لبنايات وكذلك دمار واسع. وأبعد من ذلك على مستوى العالم، الرئيس الصيني شين جين بين يعلن عن زيارة تاريخية إلى كوريا الشمالية تستغرق يومين، يوم الاثنين. وأبعد من ذلك، ما هو فحوى ومغزى هذه الزيارات للإمبراطور الصيني شين جين بينغ لكوريا الشمالية بعد أيام فقط عن إعلان كوريا الشمالية جيم كونغ عن تجارب نووية وكذلك سفينة نووية. العالم في مرحلة خطيرة جدا.